فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. إلهي أنت الذي من شأنه الكرم، عودتنا الخير نرجوه ونغتنم. يا من إذا قلت يا مولاي خالصة أجاب لبيك عند الجود والكرم. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ارزقنا فيه فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات وحب المساكين. النفس تبحث عن دواء فاعل والصوم قدم بلسما وحجابا. ما كان شهر الصوم إلا روضة جمعت ببستان الهدى أحبابا. يأتي ويمضي كل يوم مسرعا، ويمر يشبه غيبة وسحابا. بالله يا رمضان لا تمضي وتترك روحنا، ونعود نشهد ظلمة وسرابا. إنا سألنا ربنا وعظيمنا ونحتاج من بعد السؤال جوابا. النفس تدعو ربها لبهائها والله في الشهر الفضيل أجابا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أوصانا في هذا الشهر بأن نستكثر من 4 خصال، خصلتين نرضي بهما ربنا وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأن نستغفره. وخصلتين لا غنى عنهما، وهما أن نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وأن نستعيذ به من النيران. اللهم تقبل منا شهر رمضان أجمعين، وعده علينا سنينا بعد سنين، مجتمعين غير متفرقين غير ضالين ولا مضلين. واجعلنا يا ربنا هداة مهديين، بالحق مستمسكين، بالمعروف آمنين، وعن المنكر منهيين وعنه ناهين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في ليل التكريم الوالد الحبيب والمربي الفاضل ومعلم الأجيال ترك لنا بصمة في الأدب والخلق، وكان صاحب واجب في كل مكان، فما ذهبت إلى عزاء إلا ورأيته يؤدي الواجب. المرحوم عميد أسر وعائلات جبر وعائلات أبو ربيع وعائلات الخولي الحاج علي عطية جبر، أسأل ربي أن يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة. أتقدم باسم أسرته وأنسابه وأزهاره، آل جبر وآل الخولي وآل ربيع وعائلات الخولي على عموم قرية طوخ،
لعموم مركز أبو كبير أتقدم باسمهم جميعا الأستاذ السيد علي جبر بالأزهر الشريف، الأستاذ إبراهيم علي جبر شركة مياه الشرب بأبو كبير، حاج عبد العزيز علي جبر عمدة الواجب الموظف بشركة مياه الشرب، والأستاذ الشحات أبو هاشم مدير عام بالأزهر الشريف سابقا وأسرته، المهندس السيد الدسوقي المدير العام بشركة مياه الشرب بأبو كبير. أتقدم باسمهم جميعا نيابة عن القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية والسياسية الذين جاءوا جميعا ليشاركوا واجب العزاء. فهذه الليلة تسمى بالمنونية الكبرى لآل جبر وآل ربيع لعائلات الخلود على عموم قرية طوخ. أيها الإخوة المؤمنون، هذا اللقاء لأنه تاريخي استضفنا لكم علم من أعلام دولة التلاوة تميز بلونه الفريد، استطاع أن يبني مدرسة خاصة لكي ينهل منها القراء. القارئ الشيخ عبد الحميد البسيوني نجم مركز مدينة ليبيا علم آخر من أعلام التلاوة تميز بلونه الفريد، كل يوم هو في جديد. القارئ الشيخ أمير محمد عبد الرحمن القارئ بعزب ماهر بقرية السلمون بهيا. يسعدني أن أكون معكم من أسرة المذيع الإذاعي الشيخ كريم سمك. أما الآن فيطيب لنا اللقاء ويسعد المساء وننشط جميعا بروح عطرة الوجود مع علم من أعلام التلاوة بمصر والوطن العربي، فضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد البسيوني نجم مركز ومدينة دهية، وتفضل مشكورا. ربنا يوفقك يا رب. شكرا سعيد بيه. شوف علي نص نص ولا كام؟ ماشي نص. ليك يا عم. عم الله يخليك. شكرا الله يخليك. انا ما كنت شاطر. الحمد لله. الحاج يوم الشوق طيب. هلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس
صدق الله العظيم. بسم الله